ورئيس الجمعية الوطنية السنغالية السيد مصطفى نياس، ورئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية السيد أوسمان تانور ديانغ، ورئيسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيدة أمينة تاتال، ووزير الدولة مدير ديوان الرئاسة، ووزيرة الخارجية، ووزير الداخلية، وقائد أركان القوات المسلحة السنغالية، والجنرال القائد الأعلى للدرك، وقائد الأركان الخاص للرئيس، وحاكم منطقة دكار. زيارة هي تعبير للروابط الصادقة والضاربة في أعماق التاريخ، والتي أصبحت بفضل الرؤية المتبصرة لقائدي البلدين نموذجا للاحتداء ومثالا على الثقة وحسن الجوار. العلم على نغمات النشيدين الوطنيين للبلدين، يستعرض جلالة الملك والرئيس السنغالي تشكيلة من حرس الشرف مكونة من مختلف وحدات القوات المسلحة السنغالية. المغرب والسنغال تجمعهما علاقات أخوية وعريقة تطورت عبر الزمن في إطار من الانسجام، وعززت محور الرباط دكار عبر مبادرات وإجراءات تؤكد الانخراط الموصول للبلدين على درب توطيد تنسيق متميز. والزيارة الرسمية التي يقوم بها العاهل الكريم لهذا البلد الشقيق اليوم تشكل تجسيدا جديدا لإرادة البلدين للارتقاء بشكل أكبر بالمستوى المتميز للمبادلات، وبشراكة نموذجية موسومة بالتفاهم والتكامل. علاقات سياسية متينة أضحت تجمع المغرب في السنغال في ظل العزم الأكيد الذي يحذو قائدي البلدين حيال الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أرفع. علاقات سياسية واقتصادية متينة ترتكز على ثوابت القرب
والالتزام والتضامن والتعاون المشترك في القارة الإفريقية، لم يتوانى صاحب الجلالة في تثبيت دعائمها في علاقة المملكة مع دول القارة الإفريقية. ويتقدم للسلام على العاهل الكريم أعضاء الحكومة السنغالية ونواب رئيس الجمعية الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي العربي والإفريقي المعتمدون بدكار ورؤساء الطوائف الدينية وممثلو الجالية المغربية المقيمة بالسنغال وسفير المغرب بدكار وأعضاء البعثة الدبلوماسية المغربية. الزيارة الأولى لجلالة الملك لهذا البلد الصديق كانت سنة 2001، أعطت دفعة قوية ومحتوى حقيقيا لعلاقات في المجالات ذات الأولوية للتنمية بين البلدين. ومنذ ذلك الحين توالت الزيارات الملكية سنوات 2004 2005 2006 2008 2013 و2015، وهو ما يؤكد على الإرادة السامية في المضي قدما على درب ترسيخ الأخوة المغربية السنغالية وإعطاء طابع رمزي للدينامية الجديدة التي ترتكز عليها السياسة الإفريقية للمملكة المغربية القائمة على تعزيز الشراكة جنوب جنوب. زيارة صاحب الجلالة لدكار تشكل لبنة جديدة لها أهمية بالغة في تطوير العلاقات القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، والمتميزة على الدوام بآفاقها الواعدة، وفرصة سانحة لمواصلة تعميق وتوسيع الشراكة الثنائية التضامنية والمتميزة استجابة للتطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين المشهود لهما بقيادة جلالة الملك والرئيس السنغالي بالتعاون مع سائر الدول الإفريقية. فجمهورية السنغال محطة جديدة من الجولة الملكية الإفريقية للتأكيد على الإرادة الراسخة والمشتركة للمضي قدما نحو شراكة استراتيجية رابح، والتي يطمح البلدان الشقيقان إلى إرسائها لتعزيز التعاون الثنائي واستشراف آفاق تعاون مثمر وواعد. لحظات قوية ومتميزة تشكل عنوانا للترابط بين البلدين ترسخ عبر التاريخ وأفرز تعاونا مثمرا امتد ليشمل جميع المجالات. فيوما بعد يوم تعرف العلاقات المغربية السنغالية زخما كبيرا تعززه الإمكانيات الهائلة التي يزخر بها البلدان والإرادة المشتركة لمواصلة تطوير مبادلاتهما، بما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز العلاقات الثنائية. الجمهورية السنغالية تستقبل اليوم صاحب الجلالة وتخصه بأروع استقبال يجسد المستوى الرفيع للعلاقات المغربية السنغالية، ويؤسس لعهد جديد ولشراكة جديدة مبنية على التضامن والتنمية المستدامة. جولة ملكية مباركة ترتكز على ثوابت القرب والالتزام والتضامن والتعاون المشترك. لم يتوانى العاهل الكريم على تثبيت دعائمها في علاقة المملكة مع جميع الدول، ويشكل التعاون المغربي السنغالي القائم على أساس متين من الثقة المتبادلة نموذجا ناجحا وتجليا بارزا لعلاقات ثنائية
ما فتئت تتعزز يوما عن يوم، مستفيدة في ذلك من شراكة وثيقة متضامنة ومزدهرة على المستوى الاقتصادي. وقد عمل المغرب والسنغال المعروفان بانخراطهما لفائدة السلام في العالم على إرساء نموذج شراكة حي وواعد تعود جذوره لزمن بعيد. وقد تم اعتماد هذه الأسس المتينة والمدعمة منذ البداية بغرض ضمان استدامة وتطوير هذا النموذج المعزز بإرادة سياسية واضحة وتقارب في وجهات النظر بخصوص القضايا الدبلوماسية الكبرى.